السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنسوش تصلوا وتسلموا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في وصفة من الطب البديل والأعشاب الطبيعية. إن شاء الله راح تكون في ميزان حسنات إن شاء الله. راح نتكلم لكم اليوم على نبتة واللي هي بالرستم. بالرستم يعني هو نبتة لها سيقان كثيرة، وكاين منها الذكر وكاين الأنثى. طعمها مر شديد المرارة بصراحة، ولكنها مفيدة. ذكرت عند الأطباء القدماء العرب. عندها منافع كثيرة. بالرستم كانوا يعالجوا به القدماء الأطباء الأذكياء ربي يرحمهم. وهذه العشبة نستعملوها بحذر، ما لازمش نتجاوزوا المقدار المحدد. كل حاجة لازم نحترموا لها المقادير تاعها، وراه إذا زاد الشيء عن حده أكيد راح ينقلب إلى ضده. ونأكد لكم ونعاود خواتاتي على هذه النقطة بالذات، وما على الرسول إلا البلاغ. أي علاج بلا مقدار محدد راح يكون غير آمن ويسبب لكم أضرار كثيرة. حتى دواء طبيب لازم تاخذوه باحترام، احترام الجرعة والوقت. وأي عشبة راح نقوموا باستعمالها ولا راح نقوها مليح مليح قبل ما يا إما نطحنوها ولا نغسلوها ولا. واش راح نقول لكم، هذه العشبة هذه وهذه النبتة اللي هي بالرستم، وراح نضيفوا لها عرق غريس. راهم معروفين، وانا بحثت قريت عليهم ديجا وعارفه المنافع تاعهم واش كاين. راهم معروفين. وبالرستم راه فائدته يعني يرفع المناعه ويقوي يرفع ويقوي المناعه بشكل ممتاز. تستعمل فقط للبالغين، لا الكبار لا كبار في السن ولا المرأة الحامل ولا الأطفال الصغار، ممنوعة عليهم منعا باتا. واش راح نقول لكم، انا هذه النبته هذه راهي نفعت واحده من عائلتي. نفعتها وتشافات من هذا المرض والحمد لله. راهي تشافي راهي تشافي بزاف، شافت على كل حال بزاف ناس، بزاف ناس اللي شافتهم من هذا المرض الخبيث، عافانا الله واياكم. وشافى كل مريض ومريضه يا رب العالمين. هذا المريضه قريبتي مرضت وراحت المستشفى ودارت الاجراءات تاعها. من راحت قال لها طبيب يا مدام لازم تدخلي اون يورجونس للمستشفى، راه عندك المرض الخبيث. دخلت المستشفى هذيك المرأة. قعدت تما في هذيك المستشفى مدة يعني 5 ولا 6 أشهر. وكانت هذه المرأة عندها قالتلي باللي عندها الورم هذا اللي عندها، يعني ذكر ماهوش أنثى، وكان متواجد في الثدي تاعها. هما الأطباء كي دخلت قاموا باستئصال من جهة من الثدي، وبقات في هذاك المستشفى تدير في الاخر، يعني تدير في الكهرباء فقط، ما دارتش لا شيمي ثيرابي، ما دارتهاش. تلاقت مع واحد العجوز سميتين مرا كبيره، الا كانت حيه ربي يطول في عمرها ويرزقها الصحه والعافيه، وإلا ماتت الله يرحمها ويوسع عليها. لانه هذه المراه راهي تشافت من هذا المرض راه في مده 14 ولا 15 سنه تقريبا. دارت هذا الدواء داروا لها بناتها في دارها وبعثوها لها للمستشفى، وكانت تاكل فيه مدة هذيك المدة تاع 5 ولا 6 أشهر. وكانت تاكل فيه بواحد الطريقة راح نقول لكم عليها في الوصفة إن شاء الله. كي نمروا الوصفة راح نخبركم على الطريقة اللي كلاتوها بهذا النبتة هذه. واليوم الحمد لله تشافات وراه الحمد لله يا ربي. وراح نمروا الآن لهذه الوصفة هذه اللي راح تنفعكم يعني جربوها، راهي مجربة وشافت بزاف ناس. بزاف ناس تشافوا من هذا العشبة هذه النبتة، عفوا من هذا النبتة هذه. مروا للنبتة واللي هي نسمو بسم الله ونتكلوا على ربي. انا راني جبت النبته ولكن عندي كميه قليله فقط باش نوريكم، ومن بعد راح نمروا على كل حال العشاب، وراح نوري لكم على المباشر، راح تشوفوها بصوره واضحه ان شاء الله. لانه عندي كميه قليله راح نوريها لكم. هذه هي النبته المعجزه الربانيه من عند ربي سبحانه. هذا اسمها عرق غريس، هذا النبته اسمها عرق غريس، وهذه اسمها بالرستم. هذه النبتة بالرستم.
خواتاتي تقيدوا فقط بالمقادير اللي راح نقول لكم عليها، لانه انا راني ناكد ونعاود، لانه كاين اخوات بزاف لازم تكري وتكري وتعاودي باش تدخل لهم المعلومه مليح مليح. كاين اللي تحب دير الاخرى الوصفه تاعها بحذر وتخاف وكل شيء. هذه هي انا مش راح نقول لكم. راح نبداو على بركه الله. راح نجيبوا ملعقه اللي ناكلوا بها لا كريم، اللي كي نخرجوا ناكلوا بها لا كريم، هذيك الصغيره قاعدين ناكلوا بها لا كريم. وراح نطحنوا هذا المكونين كل واحد وحده، بالرسطم وحده، وعشبة هذه عرق غريس وحدها، كل وحده نطحنوها وحدها، ولا ندقوها في المهرز واش عندكم ديروا. وراح ناخذوا مقدار ربع كيلو تاع تمر، ربع كيلو تاع تمر. وراح ناخذوا ملعقه من مطحون هذا اللي هو عشبة غريس، عرق غريس. راح ناخذوا ملعقه ممروطه، ما هي بومبي ما هي معمره، من عرق غريس. ونفس الملعقه اللي درنا بها عرق غريس راح نديروا بها بالرسطم، نفس الملعقه تاع لا كريم هذيك الصغيره وممروطه ثاني. واش راح نديروا؟ راح نجيبوا شويه تاع زيت ولا دهان يكون حر، الا ما كاش متواجد نديروا غير كميه من الزيت. راح ناخذوا ملعقه من العشبتين اللي هي هذه عرق غريس، وبالرسطم ملعقه من هذه عرق غريس، وملعقه من بالرسطم. راح نديروها في هذيك الدهان، ولا ما كاش دهان قلت لكم الزيت، ونخلطوا مليح 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 حتى يتجانسوا هذوك المكونات مليح مليح. بعد ما يتجانسوا نحكموا كميه التمر ونخلطوها مع هذيك الاعشاب اللي قلنا بالرسطم وعرق غريس. نعجنوهم مليح مليح مع التمر، نعجنو مليح 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 حتى يتجانسوا المكونات. ومن بعد راح نوريلكم كيفاش تاكلوا هذا اللقح. راح تكوروا هذاك التمر اللي عجناه مع دوك الاعشاب، تكوروه كرات صغيره صغيره جدا جدا جدا، تقريبا قد حبه الحمص، قد حبه الحمص. نكوروهم. واش راح نديروا؟ راح نجيبوا قاروره زجاجيه ولا بلاره ولا اي حاجه عندكم من زجاج، وتكون بعد ما غسلتوها وعقمتوها. وراح نكوروا هذوك الكور ونحطوهم في هذيك القاروره ولا الزجاجه ولا. وراح نحتفظوا بهم في الثلاجه. كل صباح من الصباح للصباح نجبدوا حبه وناكلوها على الريق. بعد ربع ساعة ولا 10 دقائق من اللي تاكلي هذيك الحبة تفطري نورمال عادي، فطورك عادي. وكيفاش تاكلي هذا الوصفة هذه؟ راح تاكليها اختي الكريمة، تاكليها 40 يوم، مدة 40 يوم وانتي تاكلي في هذه الوصفة هذه اللي قلنا عليها، 40 حبة وانتي تاكلي فيها يوميا على الريق. وراح تحبسي مدة 15 يوم وحده اخرين، ما تاكليهاش، تحبسيها مدة 15 يوم. تعاودي كي تكمل لك هذه الوصفه وتلحقي 40 يوم وتحبسي هذيك 15 يوم ما تاكليهاش، تعاودي تخدمي نفس المقادير اللي رانا عاودناهم، نفس الوصفه، تقيدي بالمقادير وخدمي نفس الوصفه، التمر وعرق غريس بالرسطم. تعاودي نفس الوصفه وتاكليها ثاني مده 40 يوم وحده اخرى، وتحبسي 15 يوم، وهكذا حتى ان شاء الله باذن الله ربي ينزل الشفاء. ونتمنى الشفاء العاجل للجميع يا رب العالمين. كل من كان عنده مرض ولا حاجه ولا ربي شافيه منها، سواء هذا المرض ولا اي مرض ان شاء الله. راح نمر مباشره للعشاب. قبل ما نمر خواتاتي ما تنساونيش دعموني شويه، راني والله العظيم راني نتعب ونجيب لكم الوصفات المضمونه والفعاله. انا عاهدت نفسي انه ما نحطش وصفه في قناتي كون ما تكونش مجربه ولا دايرينها عائلتي، ولا تكون من بلاصه موثوق فيها، يعني واثقه فيها مليح مليح، ما نحطهاش في قناتي، لانه الواحد راح يسأل يوم القيامه على كل صغيره وكبيره. هذه هي خواتاتي، راح نمروا للعشاب ان شاء الله مع بعضنا، وراح تشوفوا الوصفه مباشره امامكم بصوره واضحه. راح نمروا. رانا عند العشاب، وهذا هو عرق غريس. هذه هي نبتة عرق غريس، هذه هي خواتاتي، هذه اللي تكلمت لكم عليها. والنبتة الاخرى اللي هي بالرسطم،
هذه بالرستم. وكاين ثاني هذوك الأحجار مثل الأحجار، ها عندك. وكاين هذيك النبتة دوك نوريها لكم، نصحني بها ثاني العشاب، قال لي راهم يديروها هذه المر والصبر، قال لي راهم يديروا قدر حبة الأرز في 2 رواتل من الماء وتشربوها يوميا، إلا حبيتوا ديروها وتسألوا عليها. وعندنا التمر كيما قلت لكم، تاخذوا ملعقة صغيرة من هذه العشبة، وبعد ما تدقوها وتخلطوها مع بعض، وهذيك ثاني تاخذوها مع الماء كيما قلت لكم قد حبة الأرز هذه، إذا حبيتوا تضيفوها تعجنوا كل شيء مع بعض كيما قلت لكم في الفيديو. قليل من عرق غريس وقليل من بالرستم مع التمر، وتكوروها كيما هاك على شكل حبة العدس. هذه هي ان شاء الله تكون واضحه لكم برك في الصوره. هي راهي هنا تبان شويه كبيره، على كل حال بصح راهي قد حبه العدس. هذه هي تاخذوها كيما قلت لكم 40 يوم توابدوا عليها، 40 يوم تحبسوا 15 يوم، 40 يوم تحبسوا 15 يوم. ما تنسونيش بدعاوي الخير، ان شاء الله ربي يشافي الجميع ان شاء الله. وفي فيديو قادم ان شاء الله نقول لكم بقاو على خير، مع السلامه.